إنه كيليان مبابي، مثله الأعلى ولاعبه المفضل. سبق لمبابي أن أكد في الكثير من التصريحات أنه من أشد المعجبين بكريستيانو رونالدو، وظهر ذلك في صورة له وهو في سن 13 في غرفته، والتي كانت مملوءة بالصور الدولي البرتغالي، إضافة إلى صورة أخرى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي جمعت بين مبابي ورونالدو خلال زيارة سابقة للاعب الفرنسي لمقرات تدريبات ريال مدريد في 2012. كما كشف الجناح الفرنسي أيضا عن عشقه لزين الدين زيدان وتأثره شديد به لدرجة أنه قلده في قصة شعره، حيث صرح قائلا: عندما كنت صغيرا أردت أن يكون شعري مثل شعر زيدان، هو مثلي الأعلى وأردت أن أقلده في كل شيء. وأضاف: لم أكن أعرف معنى الصلع، ولكن ذهبت إلى الحلاق وطلبت منه أن يقوم بقص شعري، ظننت حينها أني أصبحت أشبه زيدان. قالوا عنه: لم يمر تألق مبابي في الآونة الأخيرة مرور الكرام على نجوم الكرة العالمية الذين أثنوا على الجوهرة الفرنسية، ومن بينهم الحارس الإيطالي بوفون الذي قال: لعبت في كأس العالم قبل ولادة مبابي، وهو لاعب ذو إمكانيات فنية رائعة ويشبه هنري كثيرا. أما تييري هنري النجم الفرنسي فأبدى إعجابه بقدرات المهاجم الشاب قائلا: مبابي من اللاعبين القلائل الذين يستعملون كل حواسهم في كرة القدم. فضلا إذا كنت ليس حاسدا، ضع إعجاب لصفحتي واشترك في قناتي مانجر.